معرفتهم الدينية أصبحت لهم سلطة، فأصبحوا يعتبرون أن كل تغيير يحدث هو ضدهم وخطر على مصالحهم، فأصبحوا يسعون إلى الحفاظ على ما هو موجود بدون تغيير. وهكذا تجمدت المجتمعات الإسلامية ولم تستطع أن تحقق التطور المطلوب، فاخترع مفهوم الإجماع، إجماع الأمة. من أكبر أسباب تخلف المسلمين هذا المفهوم. علاش؟ لأنه اعتبر إجماعا أبديا. عندما تتكلم أنت وتقول أنا مختلف عنكم، أرى رأي آخر، يقمعونك بالقول أنت خارج الإجماع، هذا إجماع للأمة، مع العلم أن ذلك الإجماع هو إجماع مرحلة، وتلك المرحلة لم تعد موجودة. عوض أن يعتبروا الإجماع إجماع مرحلة، وفي كل مرحلة يتجدد الإجماع حسب الظروف والملابسات وضرورة الوقت والزمن والتغيرات والانقلابات في أحوال الناس، عوض أن يحدث هذا قالوا الإجماع أبدي، وكل من اختلف معهم قالوا له أنت خارج الجماعة وخارج الإجماع، إما يقتلونه أو يقصونه أو يكفرونه أو يهددونه ويرهبونه إلى غير ذلك. وبقينا في هذا إلى اليوم. إلى اليوم ما زالت فكرة الإجماع تستعمل ضد المفكرين والمثقفين والشعراء والمسرحيين والسينمائيين وضد السياسيين المعارضين، وتربى الناس على ثقافة الإجماع، أي ألا يكونوا مختلفين، واعتبر اختلافهم شرا، مع العلم أن الذي يحرك التاريخ هو الاختلاف والتعدد والتنوع والحوار والصراع والتبادل. هذا هو الذي يصنع تاريخ البشرية. عندما يكون هناك إجماع مفروض بسلطة الحديد والنار، تتجمد المجتمعات ونظم العلاقات والقوانين وبنيات الدولة والمجتمع، فيحدث التخلف. هكذا تخلف المسلمون في ماضيهم، وهكذا ظلوا متخلفين إلى اليوم. ولهذا عندما تسألون الناس البسطاء في الشارع عن حقوق الإنسان يقولون لك هذا شيء غربي، لأن المستفيدون من هذا الوضع من أوضاع القمع يعلمون الناس أن حقوق الإنسان أجنبية عنا، نحن لا نستحقها لأننا مسلمون أفضل من الجميع، ولهذا لا نستحق حقوق الإنسان، نحن لدينا ما هو أفضل. عندما تقول للناس الحرية يقولون لك هذه الحرية محدودة، وحدودها تقاليد الجماعة، بينما الحرية بمفهومها اليوم هي حرية الإنسان من حيث هو مواطن، ولا يحد حرية الإنسان إلا حرية الآخرين. أنت حر في فكرك واختياراتك ما دمت لا تؤذي غيرك، هذا هو حدود الحرية. أنت حر ما دمت لا تمس بحرية غيرك. أما أن يقول لك طرف ما أنت حر في حدود التقاليد التي أفرضها عليك، فهذا معناه أنه يستعبدك ولا يريد أن تكون حرا. عندما قلنا المواطنة، قيل لنا المواطنة في إطار الجماعة، لا توجد جماعة في المواطنة، يوجد مجتمع، وهذا المجتمع متنوع مختلف، والناس فيه رغم اختلافهم متساوون أمام القانون، وهذه هي المواطنة. كل هذه المفاهيم ظلت غريبة في المجتمعات الإسلامية، لأن هناك من يحاربها من الساسة والحكام والتيارات المتطرفة التي تسعى إلى الوصاية على المجتمع. وكل من يسعى إلى أن يمارس الوصاية على المجتمع وعقول الناس سوف يرفض الحرية ويرفض المواطنة ويرفض المساواة. وكي أختم، ذكرنا قبل قليل أسباب الإغلاق على المرأة في البيت وعدم السماح لها بتولي المناصب على مدى أزيد من 1000 عام.
اليوم هناك من ما زال يسعى إلى إقصاء المرأة من الفضاء العام. نعم، هناك وعي ينبعث من القرون الوسطى ليعود لكي يقصي المرأة بالتدريج من الفضاء العام. وليس خطاب بن كيران عن التريات إلا بداية لهذا الخطاب. التريات أن تضيع النساء بيوتهن لأجل الرجال، أن يأتي الرجل إلى البيت متعبا ويجد امرأة تنتظره وهي ترية. هذا الكلام يكشف عن المكبوت النفسي للمتشددين الذين ما زال يحز في أنفسهم أن المرأة برهنت على كفاءتها في كل المجالات. ولهذا في رأيي لا بد من إصلاح جذري لنظامنا التربوي من أجل إدراج القيم الحداثية والديمقراطية في التعليم، وأن نقيم تعليمنا على مبدأ الحرية وليس على مبدأ التقليد، وليس على مفهوم الإجماع، بل على فكرة الحرية وعلى فكرة الإبداع كقيمة تحدد حقيقة وجوهر الكائن البشري. الكائن البشري حقيقته أنه يتواجد دائما خارج ذاته في المستقبل، لأنه مبدع ولا يمكن أن يعيد إنتاج واقعه. هذا هو النظام التربوي الذي نحن بحاجة إليه، وإذا كنا لم نبلغه إلى الآن فلأن هناك من يستعمله لأجل أغراضه السياسية، ولهذا علينا أن نحرر التعليم من أيدي السياسيين الذين يستعملونه في تكتيكاتهم الظرفية. التعليم ورش وطني وليس تكتيكا ظرفيا للحكام. بجانب هذا لا بد من ترسانة قانونية تعترف بالإنسان المواطن. يعني هذه التلاعبات كلها في قانون الجنائي وفي مدونة الأسرة وفي يعني قانون المناهض للعنف ضد النساء، قانون يعني المناصفة، قانون تشغيل القاصرات، هذا الشيء كله اللي عملته الحكومة في ال5 سنوات الأخيرة هو استهزاء بالمغاربة ومحاولة لفرملة مسلسل التحديث والديمقراطية. نحن بحاجة إلى ترسانة قانونية تحترم المغربي من حيث هو مواطن حر. نحن لسنا رعايا لأحد، نحن مواطنون، وما دمنا مواطنين فنحن بحاجة إلى قوانين تنصفنا وليست تبرر الاعتداء علينا. نحن أيضا بحاجة إلى دستور بطبيعة الحال اللي هو قانون أسمى للبلاد يمكن من بناء ترسانة قانونية ديمقراطية. لماذا؟ لأنه إذا لم ننجح في ال5 سنوات الماضية رغم تعديل الدستور في استصدار قوانين منصفة، فلأن هناك من تلاعب بالدستور وقام بتأويله حسب هواه، لأن الدستور يسمح له بذلك التأويل وتلك القراءة المتناقضة. إذن علينا أن نعيد نظر في دستورنا وأن نحذف منه التناقضات لكي يصبح وثيقة منسجمة متجهة نحو المستقبل. علينا أيضا أن نعترف بكل مكونات المغرب الدينية، الثقافية، اللغوية والهوياتية، وأن نعترف بجهود كل الفئات العاملة والمنتجة في بلدنا. علينا أن نبني العمل على الكفاءة وأن نحارب الفساد محاربة حقيقية، ليس المحاربة اللي قام بها بن كيران واللي جعلتنا نتراجع ب8 نقاط في ترتيب الرشوة والفساد في العالم. كنا في الرتبة 80 عندما تولى بن كيران الحكومة، أصبحنا الآن في الرتبة 88، تراجعنا ب8 درجات،
وأصبحنا أكثر فسادا من سنة 2012 عندما تولى بن كيران الحكومة. إذن هؤلاء الناس لم يستطيعوا محاربة الفساد، وبدون محاربة الفساد لا يمكن أن ننهض، لأنه لا يمكن أن تعطى قيمة للكفاءة وللعمل المنتج إلا بمحاربة الفساد والرشوة. فهذه هي ملامح التخلف الذي ما زلنا نتخبط فيه بسبب عدم قدرتنا على الحسم. لم نستطع الحسم حسما نهائيا في اختيار المستقبل وفي اختيار الخيارات الديمقراطية الكبرى: فصل السلط، سمو القانون فوق الجميع حاكمين ومحكومين، المساواة التامة بين الرجال والنساء، احترام الطفل في حقوقه الأساسية، واعتماد الكفاءة في مجال العمل والشغل، ومحاربة الفساد من أجل تشغيل الجميع، لأن آلاف الملايير التي تم هدرها كما قلت في العرض كانت نتاج فساد المسؤولين في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. هذه 1000 مليار التي ضاعت بسبب الفساد يمكن أن تشغل الجميع وأن يشعر الجميع بالكرامة. فأعتقد أننا قد أحطنا بهذه الغمة في أهم ملامحها. على أي حال هناك قضايا أخرى كثيرة قد تثار خلال المناقشة، لكن أعتقد أننا أحطنا بأهم العوامل المكرسة والمرسخة للتخلف، والتي جعلت المسلمين بعد 120 سنة من قولهم لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم، جعلتهم عاجزين عن أن يقولوا نفس الشيء وهم ما زالوا في نفس الوضعية. شكرا.